مش الأجانب طلعوا واخدين كلام من المصريين القدماء. لا بقى كده كتير، حتى الأجانب هتخليهم مصريين قدماء؟ يعني ما انت شايف الحضارة دي كلها طبيعي أثروا في البشرية. ومين اللي قال كده بقى؟ الأجانب بنفسهم هم اللي قالوا كده. يعني عندك مثلا السير ألان جاردنر، ده كان عالم مصريات انجليزي، قال في كتابه ان اللغه الانجليزيه واخده من اللغه اليونانيه والاغريقيه، اللي واخدين اصلا من اللغه القبطيه، اللي هي واخده اساسا من اللغه المصريه القديمه. ما تيجي اثبت لك. كتاب أصل الألفاظ العامية قال إن في كلام إنجليزي كتير أصله مصري قديم. يعني عندك مثلا كلمه ديزرت جايه من الكلمه المصريه القديمه دشرت يعني صحراء، وكلمه توب جايه من الكلمه المصريه القديمه تب بمعنى فوق، اويسس جايه من الكلمه القبطيه اواها اللي هي الواحه، وبي جايه من كلمه بيت اللي هي النحله، دنس جايه من كلمه دنس بمعنى تقيل، نت جايه من الالهه نت الهه الصيد او النسيج عند المصريين القدماء، ووان جايه من واع اللي هو رقم واحد. حتى المصطلحات الطبيه زي ازمه مثلا متاخده من الكلمه المصريه القديمه اتمو بمعنى فقدان النفس، فوبيا جايه من الكلمه المصريه القديمه بوبو، وده كان اسم بيستخدمه المصريين القدماء للتخويف. اسمع اللي جايه بقى، ادوبي معناها الاصلي الطوب اللبن، وجس وات واخده المعنى ده منين؟ من اللغه المصريه القديمه، كان اصلها ديبي او طوبه. نقول كمان ولا كفايه كده؟